اتولدت في السيرك بين الوحوش، ورقصت في الشوارع ونامت على الرصفة. وإيه سر الصورة اللي دمرت حياتها؟ كلت علقة سخنة عند بديعة مصابني. مش بس كده، اكتشفت إصابتها بالسرطان بالصدفة وماتت وهي في عز شبابها، لكن تابت قبل وفاتها واعتزلت الرقص. بداية شهرتها من الشارع وأمنيتها اللي متحققتش بعد ولادة ابنها. في يوم من الأيام كانت بنت صغيرة بتقف في نص خيمة سيرك في طنطا بين أصوات الطبول وضحك الجمهور، بتتشقلب في الهوا بخفة ورشاقة وبتعمل حركات أكروبات. وقبل ما تنزل على الأرض شافت أبوها بيكسر قدامها عروستها اللي بتحبها أكتر من أي حاجة في الدنيا. ساعتها دموعها نزلت، لكن في نفس اللحظة رفعت راسها وقالت: أنا هبقى مشهورة وهخلي كل الناس تسقف لي. الجملة دي كانت الشرارة اللي اتولدت منها أسطورة اسمها نعيمة عاكف. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر الفنانات اللي كانت مليانة طاقة وبهجة وضحك، لكن ورا الضحك ده كانت حياة كلها تعب ووجع. الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف، لهاليبو السينما المصرية. الست دي كانت خفيفة الدم جدا، مليانة شقاوة وملهاش شبه في الرقص ولا في الكوميديا. لكن رغم الشهرة والثراء اللي وصلت لهم، إلا إن نهايتها كانت مأساوية جدا. نعيمة اتولدت في طنطا سنة 1929 جوه خيمة السيرك، لكن والدها ما كانش فرحان أبدا، بالعكس كان حزين جدا لأنها كانت البنت الرابعة وكان نفسه في ولد بقى. لكن القدر كان شايل له مفاجأة كبيرة، لأن البنت اللي زعل عليها دي هتبقى نجمة السيرك بتاعه واللي الناس كلها بتيجي عشان تتفرج عليها. ما هو أبوها كان صاحب سيرك صغير، كان أصله بتاع راجل إيطالي، وبعد ما الإيطالي رجع بلده بقى السيرك ده ملك لوالدها ولوالدتها. ومن وهي عندها 4 سنين بدأت تشتغل معاهم. كانت بتتعلم الأكروبات وبتلف المحافظات في الموالد والأعياد، بتقدم فقرات استعراضية قدام الجمهور، وتفوقت على اخواتها كلهم. نعيمة لما وصلت 6 سنين بدأت تقدم أول نمرها على المسرح الصغير بتاع السيرك. بعدها بسنتين وهي عندها 10 سنين بدأت تفهم شغلها أكتر، لكن اتخانقت مع أبوها عشان كان بيدي فلوس للعيال اللي بيشتغلوا في السيرك وما كانش بيديها حاجة على اعتبار إنها بنته. ساعتها قررت تهرب وفعلا سابت السيرك، وبعد ما الناس نصحت أبوها رجع خلاها تشتغل بقرشين في اليوم. وكان عندها عروسة شيك قوي أهداها ليها متفرج بعد العرض بتاعها. ولما أبوها كسر العروسة في نوبة غضب اتحدت نفسها وقررت إنها لازم تكون مشهورة. لكن الدنيا ما بتفضلش على حال واحد. أبوها بدأ يلعب قمار ويصرف فلوس السيرك، وواحدة واحدة اتعرض للإفلاس، وبدأت المشاكل بينه وبين أمها واللي ما تحملتش جوازه عليها، فقررت تسيبه وتنزل مصر مع بناتها. وهناك سكنوا قريب من شارع محمد علي، واللي كان وقتها مركز الفن والموسيقى في مصر. أمها رفضت تشغلهم في الملاهي الليلية وقالت لأ، مش هخلي بناتي يتباعوا بالرخيص. فالبنات ال4 بدأوا يعملوا عروض استعراضية في الشارع علشان يعيشوا وياكلوا. يعني الأفلام اللي كانت بترقص فيها في الشارع دي عشان تلم شوية فلوس يعني تاكل بيها كانت حقيقية، وكان جزء كبير من حياتها قضته كده فعلا. فاكرين المشهد اللي عملته نعيمة عاكف بعد كده في فيلم 4 بنات وظابط مع أنور وجدي، لما كانت بترقص في الشارع مع البنات اللي خرجوا من الملجأ؟ في مرة بعد سنين من الشقة كان الفنان الكبير علي الكسار ماشي في الشارع وشافهم وهما بيرقصوا والناس ملفوفة حواليهم، انبهر بخفة حركتها ورقصها وضمها لفرقته. هناك بقت بتاخد 12 جنيه في الشهر، مبلغ محترم وقتها. ومن بعدها شافتها بديعة مصابني وضمتها الكازينو بتاعها، وساعتها سمتها اللهلوبة علشان كانت بتتعلم بسرعة غير طبيعية. بديعة كانت بتديها 15 جنيه، مبلغ ضخم جدا وقتها. وهناك اتعلمت الرقص الشرقي وفن المونولوج، وبدأت شهرتها تزيد أكتر وأكتر. لكن الحكاية الحلوة دي ما استمرتش كتير، لأن بديعة كانت بتحب نعيمة أكتر من أي زميلة ليها، وده ولد غيرة فظيعة في الفرقة. وفي يوم اتحالفوا عليها وحاولوا يضربوها، لكن نعيمة كانت خفيفة ورشيقة زي القطة وردت عليهم كلهم وكسبت المعركة بمعنى الكلمة. إنما النتيجة كانت إن بديعة اضطرت تطردهم من الكازينو، ومن الكازينو لشاشة السينما. سنة 1949 ظهرت كراقصة في فيلم ست البيت مع المخرج أحمد كامل مرسي، ومن هنا بدأ القدر ياخدها ناحية أهم محطة في حياتها،
لما شافها المخرج حسين فوزي وأدرك إن دي موهبة نادرة. قدمها الأول في أدوار صغيرة، بعدها خلاها بطلة فيلمه العيش والملح، ووقع معاها عقد احتكار اشتغلت معاه في 15 فيلم زي لهاليبو، بلدي وخفة، بابا عريس، ومليون جنيه. وفي وقت قصير جدا اتحولت من بنت السيرك الصغيرة لنجمة من نجمات الصف الأول. وفي سنة 1953 اتجوزت حسين فوزي وشافت حياة فخمة لأول مرة، فيلا، عربية، رصيد في البنك. لكن رغم كل ده كانت حاسة بنقص، فقررت تتعلم وتكمل نفسها. درست عربي وإنجليزي وفرنساوي وبقت تتكلم ال3 لغات بطلاقة. بعد ما اتجوزت نعيمة من حسين فوزي قرروا يقضوا شهر العسل في باريس، وكانت أول مرة تشوف فيها برج إيفل بعينيها واللي انبهرت بيه جدا. وطلعت هي وفوزي لحد الأدوار العليا من البرج، لكن الزحمة كانت فظيعة، وفي وسط الزحام الكبير ده اتفرقوا عن بعض. فوزي نزل لتحت معتقد إنها رجعت للدور الأرضي، وهي كانت فوقه بدور وابتدت تدور عليه. ولما شافته تحت حاولت تنزله لكن معرفتش من الزحمة، ففكرت إنها تستغل لياقتها البدنية وتنط للدور اللي تحت، خاصة إن كل الحكاية دور واحد. وراحت فعلا ناحية السور، كانت ناوية تنط من الدور اللي فوق، لكن فجأة لقت رجال الشرطة الفرنسية حواليها وماسكينها وعمالين يصرخوا بالفرنساوي، وهي مش فاهمة ولا كلمة. فكروها عاوزة تنتحر وترمي نفسها من فوق البرج. وفضلوا على الحال ده لحد ما جه حسين وكان بيعرف فرنساوي وفهمهم الحكاية. أما بقى سنة 1956 فاختارها المخرج زكي طليمات إنها تمثل في أوبريت يا ليل يا عين، وسافرت فعلا مع فرقة الفنون الشعبية عشان تقدم عروض في الصين وموسكو، والعالم كله سقف لها. لكن الجواز مكملش، يمكن بسبب غيرته الشديدة عليها. نعيمة كانت شقية وجميلة وروحها خفيفة وعندها كاريزما عالية جدا وقبول كده رباني، وحسين كان بيحبها جدا لدرجة انه كان منعها تشتغل مع اي حد غيره او حتى تتكلم مع زميل ليها. ورغم نجاحهم الفني الكبير الا ان حياتهم الشخصية كانت بتنهار، لحد ما جت الرحلة المشؤومة للبنان. سافرت نعيمة وجوزها للبنان، وهناك قابلوا أنور وجدي وقعدوا يتعشوا كلهم مع بعض. ساعتها أنور وجدي قال نكتة ونعيمة ضحكت عليها جامد، وبالصدفة كان موجود صحفي لقط لهم صورة وهم بيضحكوا. صورة واحدة بس كانت كفيلة تولع الغيرة جوه حسين فوزي وتخليه يتخانق مع نعيمة ويمد ايده عليها ويهنها. ده غير ان حسين كان رافض فكرة الانجاب تماما لانه عنده اولاد من مراته الاولى، لكن نعيمة كانت بتحلم تكون ام. فاختاروا الانفصال بعد سنين طويلة. وفي سنة 58 حصلت نعيمة عاكف على لقب أفضل راقصة في العالم في مهرجان الشباب العالمي في موسكو، وكانت المنافسة وقتها بين 50 دولة. ومن بعدها بقت صورتها تتحط في المهرجانات الكبيرة في أوروبا كرمز للفن المصري. ومن أطرف الحكايات اللي اتقالت عن نعيمة عاكف كانت سنة 1950 لما قرر جوزها حسين فوزي إنه يعمل مغامرة كبيرة ويجمع بين نعيمة عاكف ونجمة الجمال وقتها كاميليا في فيلم واحد يا راجل. كاميليا ونعيمة عاكف. الفيلم كان اسمه بابا عريس، وقرر حسين فوزي يصوره بالألوان الطبيعية، ودي كانت أول مرة في السينما المصرية زي الأفلام الأجنبية بالظبط. علشان كده الفيلم دخل التاريخ كأول فيلم مصري بالألوان. شارك في بطولته شكري سرحان وحسن فايق وماري منيب وفؤاد شفيق. لكن رغم كل الأسماء الكبيرة دي وقتها كانت الكواليس مولعة، والسبب طبعا إن الغيرة كانت نار، خصوصا لما عرفت كاميليا إن اسم نعيمة عاكف هو اللي هيتصدر أفيشات الفيلم والدعاية كلها، فابتدت تستهزأ بيها وتحاول تقلل من قيمتها قدام الناس. لكن لما لقت إن نعيمة مش بترد لجأت لحيلة غريبة جدا، جابت معاها خدامة وسمتها نعيمة، وكانت قدام الناس تنادي عليها بصوت عالي وهي بتضحك وتقول لبسيني الجزمة يا نعيمة، ولو غلطت كانت بتنهال عليها بالشتيمة والذل. وطبعا المقصود مش الخدامة، نعيمة عاكف نفسها. لكن في الموقف ده نقدر نقول الصبر ليه حدود. في يوم نعيمة فقدت أعصابها، وقفت قدام كاميليا وسمعتها وصلة شتايم من اللي قلبك يحبها، وادتها علقة سخنة، وكانت خناقة شهيرة جدا في كواليس الاستوديو. وفي النهاية انتصرت نعيمة، أما كاميليا فطلعت من الخناقة بكدمات في وشها وجسمها كله. ودلوقتي نروح لجوازها التاني وانطفاء الأضواء. بعد سنة اتجوزت من صلاح عبد العليم، محاسب قانوني محافظ، منعها من لبس بدلة الرأس أو الظهور في الملاهي. نجوميتها بدأت تبهت،
ورفض عروض كتير جدا كانت ممكن ترجعها للأضواء، وبطلت نعيمة الرقص خالص، وخلفت منه ابنها الوحيد محمد. ورغم كده رجعت السينما بأفلام زي من أجل حنفي وأمير الدهاء مع فريد شوقي، واللي قدمت فيه أداء رائع جدا. لكن المرض بدأ ينهش في جسمها، وفي يوم وهي بتصور حست بدوخة وإعياء شديد، ففرحت جدا وافتكرت إنها حامل، حتى إنها فصلت فستان كوريشيه للبنت اللي كانت بتحلم تخلفها. لكن الفستان اتفك كله بالصدفة. بعدها اتضح إن التعب ده مش حمل. نعيمة كان جواها إحساس دايم إن عمرها قصير وإنها مش هتعيش كتير، لدرجة إنها كانت بتملى بيتها بالورد الصناعي في كل ركن. ولما سألوها طالما بتحبي الورد كده ما بتحطيش ورد طبيعي ليه أفضل؟ قالت إن قلبها ما بيتحملش وبينقبض لما بتشوف الورد الطبيعي بيدبل وبيموت، وبتتشائم جدا، وكأنها كانت بتحكي عن نفسها من غير ما تحس، لأنها فعلا دبلت بسرعة وماتت وهي لسه في عز شبابها. هند عاكف قالت إن عمتها كانت بتحب الخير جدا وكريمة وبتحب العيلة، رغم عصبيتها لكنها كانت طيبة ومتواضعة جدا. كانت بتجمع العيلة دايما حواليها، بدليل إن في حوار صحفي لما سألوا نعيمة عاكف عن أفضل راقصة في مصر قالت تحية كاريوكا، سامية جمال، زينات علوي، وما قالتش اسمها أبدا. تواضع غير عادي. كانت متدينة جدا لكن في هدوء، ما بتحبش تتاجر بدينها، ورفضت إنها تتصور وهي بتصلي، وقالت للمصور الصلاة دي بيني وبين ربنا، مش مادة تنتشر في الجرايد. وفي رمضان كانت بتعتكف وتقرأ قرآن طول الشهر، وكانت بتحب تزور السيدة نفيسة جدا ومساجد الأولياء الصالحين بعد الفطار. كانت دايما تمتنع عن الشغل في رمضان. وفي يوم من أيام رمضان عزمت صديقاتها على الفطار، وأثناء الأكل اكتشفت إن واحدة منهم مفطرة، فغضبت جدا وقالت لها أنا ما أقعدش على سفرة فيها مفطرة، وقامت من على الأكل وسابت السفرة. الصحبة دي زعلت وسابت البيت، ومن يومها الاتنين قطعوا علاقتهم ببعض وما تكلموش تاني أبدا. ولما سألوها عن حكمتها المفضلة قالت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعيمة كانت بتعشق السلطة الخضراء، ودايما تقول الأكل اللي يريح القلب لازم يكون أخضر، عشان كده ما كانتش مائدتها تخلى من طبق السلطة الخضراء أبدا، واللي كانت بتحبه جدا. كانت شايفة أن الأكل الصحي هو سر النشاط والجمال. حتى وهي في عز مجدها ما انساقتش أبدا وراء أكلات المطاعم ولا الحلويات التقيلة. رغم كده بدأت تحس بآلام غريبة ونزيف متكرر، والأطباء في الأول قالوا مفيش حاجة، لكن بعد تحاليل دقيقة اكتشفوا إنها مصابة بسرطان الأمعاء. جوزها حاول يخبي عنها لكنها حست وأصرت تعرف الحقيقة، ولما عرفت سكتت شوية وقالت للطبيب طب هموت بعد كام يوم يا دكتور ولا كام شهر؟ رد عليها وقال لها الأعمار بيد الله. رجعت بيتها، حضنت ابنها محمد، وقالت لجوزها أنا مش هسيبه لحظة واحدة. خرجت من المستشفى وكملت تصوير أفلامها لأنها مرتبطة بعقود. حتى وهي بتصور آخر أفلامها كانت بتاخد ابنها معاها الاستوديو. ولما عرفت الصحافة بحالتها اتقلب الوسط الفني كله عليها، حب وقلق. لكن المرض كان أسرع بكتير، وفي صمت انسحبت من التمثيل وقالت الجمهور هيزعل شوية لما اختفي، لكن هيلاقوا غيري، إنما ابني لو فقدني عمره ما هيلاقي ليا بديل. نعيمة انعزلت في بيتها ما بين علاج وبكا وسكون، لحد ما في سنة 1960 سكتت نعيمة عاكف للأبد وهي عندها 37 سنة بس. سابت ابنها الوحيد عنده 4 سنين. آخر كلمة قالتها قبل ما تموت كانت محمد. ماتت وهي في عز شبابها، لكن ضحكتها ولسانها الخفيف وحركاتها الراقصة لسه عايشة في ذاكرة كل اللي شافوها. بعض المواقع قالت إن ابنها مات وهو رضيع بسبب سوء تغذية، وفي غيرهم قالوا إن ابنها فضل عايش لكن اختفى عن الأضواء تماما بعد وفاة أمه، ولحد النهاردة محدش يعرف هو فين أو إيه حكايته. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة عن الراقصة الجميلة نعيمة عاكف لهاليبو. أتمنى تشاركوني برأيكم في التعليقات وهقراها كلها، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.